للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدريد ميغيل أنخيل دياز صحفي براديو كوبي. ميغيل، يعني يبدو أن التنافس بين ميسي ورونالدو في كل شيء حتى في التهرب الضريبي، لكن المشكلة الآن أن رونالدو تهرب في خرق متعمد واضح للقانون. هل سيتعرض للسجن أم سيكون مصيره مثل مصير ميسي؟ حسنا، ربما حالتان مختلفان رغم التشابه. فيما يخص ميسي، انتهت الإجراءات القانونية وأصدرت المحكمة حكما ب 21 شهرا سجنا بدون التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية. وبالطبع بالنسبة لميسي تعلق الأمر فقط بالتهرب الضريبي ب4 ملايين. نحن نتحدث مع كريستيانو تقريبا عن ما يقارب 15 مليون يورو من التهرب الضريبي. إذا كريستيانو سيحاول الدفاع عن نفسه، ولكن لا تزال المباحثات أو البحث في بدايته، وخاصة في ما يخص هذه الفترة بين 2011 إلى 2014 ما يقارب تقريبا 15 مليون. كريستيانو دفع تقريبا 5 مليون فقط، وعليه أن يدفع الباقي. وربما الحكم الذي قد يصدر قد سيكون من سنة إلى 5 سنوات سجنا، ولكن قد يكون ذلك بدون التنفيذ مثل ما حصل مع ليونيل ميسي. لا زلنا في بداية الإجراءات القانونية مقارنة مع قضية ميسي، ولكن ستنتهي بحكم وبغرامة مالية كبيرة جدا. نعم، هل يفهم من هذا أن عقوبة رونالدو ربما تكون أكبر من عقوبة ميسي، بما أن المبلغ الذي تهرب منه ميسي كان 4 ملايين فقط كما ذكرت، ورونالدو الضعف مرتين تقريبا حوالي 15 مليون؟ هل هذا سيجعله عرضة للسجن مباشرة بدل ميسي الذي حكم عليه ب 21 شهرا فقط؟ ما يحصل أنه في حالة ميسي، رغم أن القيمة أقل، ميسي لم يعترف بهذا التضريب، ولكن كريستيانو هو من أراد التصريح بتلك الضرائب، وبذلك بدأت المباحث. إذا رغم اختلاف المبلغ فإن الحالة تختلف، وسنرى كيف ستكون العقوبة، رغم أن في هذه الحالة فقانون الإسباني لا يتم تنفيذ العقوبة بالسجن، بل يتم تعليقها وتعويضها بغرامة مالية. بالطبع المبلغ أكبر، ولكن في 2015 كريستيانو دفع مبلغا يناهز 5 مليون، وبدأ يتابع مسألة التهرب الضريبي.